برز خلال الثورة السورية رموز صدح صوتها بالحرية. علاء حسون أحد أولئك الثوار الذين تغنوا بالحرية في معرة النعمان بريف إدلب. عمله الثوري لم يقتصر على الغناء في التظاهرات، بل حول منزله إلى استوديو لتسجيل أغانيه التي تلاقي رواجا واسعا في سوريا. علي أبو المجد زار علاء في منزله وأعد التقرير التالي. غنى للثورة وصدح صوته بالحرية، ولامست أغانيه آمال وآلام الشارع السوري الثائر. يا الشهيد دم بين علينا بالروح نضحي نفديه بعينينا. علاء حسون فنان الثورة كما أطلق عليه في مدينته معرة النعمان بريف إدلب، والذي جعل من منزله مكانا لتسجيل أغانيه يتحدث عن عمله ما قبل انطلاق الثورة وما بعده. العمل ما قبل الثورة فنان مطرب بحي حفلات داخل سوريا وخارج سوريا، وهلا الحمد لله من فضل رب العالمين صارت أغانينا كلها موجودة لاسم الثورة، كل أغاني ثورية من البلد طالعة، من شعراء، في عنا شعراء، في عنا ملحنين، طبعا نحن بنفتخر فيهم، ومن البلد طالعة من صميم البلد. يحاول علاء إيصال صوت الشارع السوري عبر أغانيه رغم ضعف الإمكانيات التي تقتصر على الأجهزة المتواضعة وعلى الأعمال الفردية كما يقول. طبعا عمل فردي، وبنفتقر لعدة أشياء من لا شيء. طبعا يعني هذا المصطلح عم نقدر نعمل شيء. طبعا أجهزة الصوت الضعيفة ما موجود عندنا استديو، نحن بنفتقر لموضوع الاستديو، بنفتقر لموضوع أجهزة الصوت. وهلا مثل ما شايف أنا بالبيت قاعد، هلا هذا بيتي عامله مثل الاستديو، طبعا الاستديو مصغر، أجهزة متواضعة جدا. نحلم بالجند البطل، نحلم بكفاح العمل، نحلم بالجند البطل، نحلم بكفاح العمل، نحلم برجوع الأمل، نحلم برجوع الأمل. يا بلدنا الخوف انقتل، هلا 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 هلا. الفن هنا ثورة في الصوت والألحان والكلمات. علي أبو المجد، أخبار الآن، ريف إدلب.